مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم اليوم بجولة ميدانية من العاصمة الرباط، وبالضبط من داخل ورش ملعب البريد اللي الأشغال فيه كتشهد تقدم مستمر وملحوظ في عدد من الجوانب المهمة، وهذه أبرز التفاصيل ديال اليوم. أولاً، استمرار تركيب هياكل السقف. في الأيام الأخيرة كاين استمرار واضح في تركيب الهياكل الفولاذية فوق سقف الملعب، وهذه العملية كتسير بوتيرة ثابتة، وموازاة مع ذلك كاين الربط بين هاد الهياكل باش يتكون الهيكل الكامل للسقف، وهذا كيعني أن تسقيف الملعب دخل لمرحلة دقيقة وكنشوفوا الملامح كتشكل بوضوح. ثانياً، صباغة المدرجات وتهيئتها. المدرجات اليوم ولات كتبان في شكل جميل ومتناسق، خصوصاً بعد دهنها بالمواد العازلة الإيبوكسية، وهذا كيجهزها لتركيب دعامات الكراسي في الأيام القادمة. اللون الموحد والإتقان في الصباغة كيعطي منظر احترافي، وكيوضح أن المدرجات قربت تولي واجدة تماماً لاستقبال الكراسي. ثالثاً، الأرضية لاستعداد لوضع الطبقات التقنية. الأرضية بدات كتستعد بدورها، وكاين تحضير للبدء في مراحل وضع الطبقات الأساسية وقنوات صرف المياه اللي كتسبق فرش العشب الطبيعي. هاد المرحلة مهمة وكتعتبر الأساس ديال جودة الميدان في المستقبل، وكيتوقع أنه نشوفوا أولى مراحل التهيئة التقنية ديال الأرضية قريباً جداً. رابعاً، الواجهة الخارجية، الربط مع الهياكل. مستجد آخر مهم هو أنه كاين تمديد الهياكل الحديدية نحو الواجهة الخارجية، وكاين كذلك ربط مباشر بين هياكل السقف والواجهة، وهذا كيوحي أن المشروع غادي في تصميم متماسك غادي يعطي منظر خارجي أنيق وموحد ما بين السقف والواجهة. الخلاصة: استمرار في رفع وتركيب هياكل السقف، الربط بين الهياكل باش يتكون السقف الكامل، المدرجات تهنات بالمواد الإيبوكسية وكتبان بشكل رائع، وجود كميات كبيرة من الحصى والأنابيب على الأرضية تمهيداً لبدء طبقات الأرضية وقنوات صرف المياه، تمديد وربط هياكل السقف بالواجهة الخارجية. هاد المستجدات كلها كتأكد أن ملعب البريد غادي بخطى ثابتة نحو الجاهزية. شاركونا آراءكم، شنو كتظنوا غادي يميز ملعب البريد من باقي الملاعب؟ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دايما الجديد. تحياتي لكم كاملين، ونتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله.